قبل المشاهدة ندعوكم للضغط على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد على القناة. بعد فشل توقعات ليلى عبد اللطيف بخصوص الفائز بكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 والتي كانت قد توقعت فوز المغرب أو مصر بها، وبعد خروج المنتخبان معا من دور 16، ظهرت فيديوهات لامرأة مغربية تتوقع نتائج مباريات كأس إفريقيا، ومنها توقعها بخسارة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا، وهو ما حصل. وما زاد من شهرة فيديوهاتها هو توقعاتها لنتائج مباريات أخرى، وقد نجحت في العديد من المرات، ومنها فوز منتخب الكوت ديفوار بالبطولة. كما أن توقعاتها تخطت مجال كرة القدم، الشيء الذي أثار رجة واسعة في الوسط المغربي، وأصبحوا يقارنونها بالمنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، بل وأصبحت الأكثر بحثاً في الآونة الأخيرة. هذه المرأة المغربية أصبحت معروفة في الوسط المغربي باسم خديجة الزغراتة، وقد أثارت فيديوهاتها ضجة واسعة، وأصبح الكل يبحث عن مشاهدة توقعاتها، بل أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يطلبون منها أن ترى مستقبلهم في ضرب صارخ للقيم الدينية لكل هؤلاء الذين نود أن نذكرهم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكل هؤلاء الذين يصدقون هذه الهراءات والتفاهات نود أن نذكركم بأنه ما يدخل في علم الغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، فلا ليلى عبد اللطيف ولا خديجة الزغراتة يعلمون شيئا عن المستقبل أو ما يمكن أن يحدث بين اليوم والغد والمستقبل. نود أن نذكركم بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم